البيتي فور الناعم الدايب الخطير اللي مظبوط على الشعرة. المقدار ده مظبوط ظابطة، مش قادرة اقول لكم مظبوط عامل ازاي. بصوا جمال الاشكال ولا التزيين بقى. بيتي فور فاخر. بصوا البيتي فور معانا هنا تحفة. هنعمل مقدار صغير عشان اي حد يقدر يبدأ بيه. بصوا النعومة بتاعته. البيتي فور معايا ناعم وفي نفس الوقت فيه قرمشة بسيطة، مش الناعم اللي هو تمسكيه في ايدك يتبهدل منك، لا هو ماسك نفسه بس بيدوب في البق وفيه قرمشة تحفة. مقاديرنا سهلة جدا. معايا نص كيلو من الدقيق، عليه 375 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة، بيضة وصفار بيضة، 120 جرام من السكر البودر، ومعايا فانيليا بس. بالنسبة لمقدار الكاكاو هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي، عشان هعمل لكم نص بالفانيليا ونص بالكاكاو ورشة ملح على الدقيق. يبقى نص كيلو دقيق عليه 375 جرام من الزبدة الطرية، 120 جرام من السكر بودر، بيضة وصفار بيضة وفانيليا، مفيش بيكنج باودر خالص. بصوا الزبدة طرية معانا ازاي. هنبدأ بقى نضربها بالمضرب الكهربائي كويس جدا لحد ما تبقى هايشة كده وعاملة شبه الفوم كده او الكريم شانتيه. بالنسبة بقى لحوار البيضة وصفار البيضة، دلوقتي انا عايزة البيتي فور بتاعي يكون بيدوب بس في نفس الوقت فيه قرمشة كده شوية ومش بيتبهدل ويتكسر مني لو انا عايزة اشيله. الاول هنزل هنا بالسكر البودر واكمل تقليب. يبقى هحط بيضة وصفار بيضة. طيب انا عايزة البيتي فور فيه قرمشة، مش عايزة فيه النعومة الجامدة دي، هحط بيضتين. طب انا عايزة البيتي فور كده امسكه في ايدي يقع كده من ايدي، يبقى احط صفار بيضتين. خلاص كده اتكلمنا في موضوع البيض. هنزل بقى بالبيض بيضة لحد ما تختفي، وبعد كده انزل بصفار البيضة، ونبدأ ان احنا نضرب بقى تاني بالمضرب. نضرب كويس جدا يعني نخلي بصوا الخليط يكون عامل ازاي. وطبعا مع البيضة انا نزلت بالفانيليا. تاني ما بيتحطلهوش بيكنج باودر خالص. ولو انا عايزة اعمل بقى مقدار اكبر بضاعف المقدار بتاعي، بضاعف بقى الدقيق وبضاعف كل حاجة. بس كده خلصنا ضرب الحاجات بتاعتنا، السكر والزبدة والبيض. هنعمل ايه بقى في الخطوة دي؟ هناخد الخليط ده بتاعنا هنقسمه نصين. الدقيق انا قسمت نص كيلو على نصين. اول واحدة شلت معلقتين من الدقيق عشان احط مكانهم معلقتين من الكاكاو الخام. تمام، يبقى نص كيلو دقيق قسمته لبولتين. بولة شلت منها معلقتين علشان احط مكانها كاكاو، والبولة التانية هشيل منها معلقة. طب ليه يا بوسي هتشيلي منها معلقة؟ علشان انا هعمل بيتي فور الكيس عشان ينزل معايا من الكيس سلس وحلو. اخدت بقى مقدار الزبدة حطيته على الميزان وهقسمه بالنص. نص هحطه على المقدار اللي بالشوكولاتة ونص هحطه على المقدار اللي هو بالفانيليا. طب انا ما عنديش ميزان بالكوباية، بس انا عايزة اقول لكم حاجة. مقادير العيد الحاجة دلوقتي غالية، فيا ريت لو جبنا ميزان هيسهل معانا كل الدنيا. والميزان دلوقتي ما بقاش غالي، او ان احنا نوزن عند حد مثلا احنا عارفينه، سوبر ماركت احنا عارفينه. لو مشينا بالجرامات والله الدنيا هتبقى زي الفل معاكم. هنزل بقى بالدقيق، بلاش نقلب كتير، يا دوب بس نلم المكونات عشان العجينه ما تعضمش معايا وتبقى وحشه كده. خلاص بصوا بتبقى طريه وسلسه كده وحلوه ازاي اهي. والشوكولاته نفس القصه، خلطت برضو مكونات الزبده مع الخليط. ممكن استخدم بقى القمع اللي هو البلاستيك، ممكن استخدم القماش. بصوا التب او البلبله اللي انا بستخدمها اللي هي المشرشره لجوه دي، عارفينها اكنها داخله كده لجوه. هبتدي بقى ان انا اخد الكيس الحلواني بتاعي. بصوا انا ما بملاهوش كله، بملاه شويه وما بضغطش بايدي كلها، بقبض ايدي كده من النص وبسيب حبه فوق عشان اقدر اتحكم في المسكه وما يتقطعش مني. بصوا بقى بعمل ايه. بنزل تكه كده في الصاج واطلع اكني بعمل شكل النجمه. انا عايزه اقول لكم ان القمع ده بيتعمل منه 4 اشكال. الشكل اللي هو بتاع النجمه ده، والشكل اللي هو الطويل اهو، والشكل التاني اللي هو اكننا بنرولها كده حوالين بعضها. شايفين انا بس مش عايزه اضيع وقت الفيديو معاكم في الاشكال، عشان حابه اقول لكم كل معلومه تقدروا ان انتوا تستفيدوا منها. ده كده شكل تاني، والشكل الطويل اهو شكل رابع. وفي بقى الشكل الوسط اللي هو عامل شبه النجمه الطويله شويه. سهل وسلس وبسيط مفهوش اي مشكله. اهو ده الشكل الرابع اللي بقول لكم عليه. تمام، يبقى احنا اتكلمنا عن المقادير، اتكلمنا عن ليه بشيل معلقه من الدقيق، اتكلمنا عن البيض اهميته ايه وليه بستخدم بيض او صفار بيض،
اتكلمنا عن العجن وان انا ما بحطش بيكنج باودر، واتكلمنا كمان عن ان انا ما ينفعش اعجنها ياما. هبدأ بقى التسوية. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، بحطها على الرف اللي في النص من ربع لتلت ساعة لحد ما تاخد لون ذهبي، وده صاج الشوكولاتة. طب انا ليه حاطة معاها واحدة بيضة؟ عشان اعرف التسوية من البيضة. بصوا اللون وجماله ذهبي اكن ذهب، ذهب يا جماعة مش بيتي فور، ذهب والله. بصوا الجمال، تحفة بقى. اول ما بيطلع من الفرن بسيبه ان هو يهدى خالص، ما بحركهوش برضو، وبعد كده بقى بسيبه يهدى خالص خالص، وابتدي بقى ان انا بحطه في علبة كده عشان اعرف ازينه. معايا شوكولاتة بقى بالحليب، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك. بصوا بقى بالنسبة للتزيين، بلاش نزين بمربى. ليه؟ عشان المربى بترطبه، ما بتخليش فيه القرمشة اللي احنا بنحبها. طب احنا بنحب المربى، يبقى زينوه في اليوم اللي انتوا هتاكلوه فيه، او قبلها بيوم بيومين مثلا، زينوه يوم الوقفة بالمربى، يقعد يومين العيد مش هيرطب. لكن ما ينفعش ان انا ازينه بالمربى من دلوقتي واشيله. بلزقه كده بالشوكولاتة، وابدا بقى ان انا ايه، احط بقى ايه، مكسرات، جوز هند، سوداني، اسيبه ساده خالص. طبعا انتوا وذوقكم. دي مثلا انا حطيتها في الشوكولاته بالحليب وحطيت عليها مكسرات، دي بقى هاخدها كده احطها في الشوكولاته البيضاء، ومثلا اسيبها لوحدها احطها عليها مكسرات. بكون حاطه جنبي ورقه زبده كده على صينيه، وابدا ارص عليها لحد ما الشوكولاته تنشف. بتاعت جوز الهند دي برضو بيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى عامله شبه الرافاييلو كده، بتبقى متزينه بالشوكولاته البيضاء ومتزوقه بالجوز الهند. بصوا بتبقى جميله جدا. زيني بقى انتي وراحتك، انا بس بديكوا كده شويه افكار، وانتوا طبعا ايه، عيشوا بقى في التزيين بقى انتوا وولادكم. دي بقى غطستها كلها بقى كده في الشوكولاته، وهبدا ان انا اطلعها واحط لها كده مثلا ايه، في النص واحده مكسرايه، واحده بندقيه. عشان كده قلت لكم ده بيتي فور فاخر، بيتي فور ملوكي يا جماعه. مش البيتي فور بقى اللي هو العادي اللي احنا معتادين على اشكاله. احنا مزينينه لو تلاحظوا بالشوكولاته بس، كله شوكولاته في شوكولاته. ما زيناهوش بمربى. مش هحط فرماسيل، لو عايزين تحطوا فرماسيل حطوا، بس انا ما بحبش احط الفرماسيل عشان بيبقى شكله اللي هو المعتاد عليه ده القديم. فاحنا عايزين نجدد ونطور بقى، نبقى ناس كده بتوع محلات. بصوا بقى، دي مثلا سبتها زي ما هي، ما لزقتهاش خالص. هاجي كده في النص واحط عليها ورديه صغننه من الشوكولاته. دول المشكلطين دول هحط عليهم رشه كده من الشوكولاته البيضاء، وانا سميتهم الايه، البيتي فور المشكلط. المحلات مش احسن مننا، احنا اللي احسن. بصوا بقى الجمال، بجد جربوه مش هتندموا خالص. احلى وانعم بيتي فور لاحلى عيد. كل سنه وانتم طيبين.